يا مساء الخير، أهلا بيكم فيديو جديد وشوية دردشة كده عن العظيم نور الشريف الله يرحمه. طبعا نور الشريف يعني يعتبر من أكتر الممثلين اللي أثروا في جيلنا وفي أجيال كتير يعني. والفترة الأخيرة على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك واليوتيوب في مواقع كتير جدا كانت نشرت فيديوهات عن إن إزاي نور الشريف إنه كان ممثل مثقف وواعي، وده حقيقي مفيش خلاف عليه. والنهارده أنا حابب أتكلم عن فيلم يعني بيأكد قد إيه إن نور الشريف كان فنان مثقف حقيقي ومهتم باللي بيقدمه للجمهور، وفي نفس الوقت مطلع بشكل كبير. فيلم أقوى الرجال يعتبر يعني من أبرز وأشهر وأهم الأفلام اللي قدمها نور الشريف في حياته. وفيلم أقوى الرجال يعني قدر كده يجمع بين حاجتين صعب يعني إنك تجمعهم مع بعض، إن هو فيلم ليه قيمة وليه فكرة، في نفس الوقت هو فيلم تجاري والناس البسيطة ممكن تشوفه وتتبسط وتستمتع بيه. وللأسف ده بقى يعني النوع ده مبقاش موجود دلوقتي للأسف. يعني فكرة إنك تقدر تجمع الاتنين، آسف، التجاري مع إنه يحمل قيمة الفيلم نفسه أو قضية معينة بيناقشها، ده بقى شيء مش موجود. فيلم أقوى الرجال اتعرض سنة 93. هو طبعا بطولة نور الشريف، سهير رمزي، جمال إسماعيل، خليل مرسي، وعماد محرم. وكان الفيلم من إخراج أحمد السبعاوي، وكتب له السيناريو والحوار بسيوني عثمان. الجميل في الفيلم ده أو المفاجأة اللي كانت بالنسبة لي أنا على الأقل، إنه كان يعني متاخد عن مسرحية لأديب تركي، أو واحد من أهم أدباء تركيا، تمام، اسمه عزيز نيسين. وكان كتب مسرحية اسمها وحش طاووس. ووحش طاووس دي هي اللي اتاخد منها فيلم أقوى رجال، تمام. عزيز نيسين يعتبر من أهم الأدباء في تركيا، وواحد كده اتشهر جدا بالأدب الساخر. هو اسمه الأصلي محمد نصرت نيسين، وكتب روايات وقصص كتير جدا، تمام، في خلال مسيرته يعني مع الفن والأدب، تمام. وتقريبا 100 عمل أدبي ما بين الرواية والقصة والمسرح، وخد جوايز كتير جدا، زي مثلا السعفة الذهبية من إيطاليا، ودي غير السعفة الذهبية بتاعت كان. وخد جايزة المجمع اللغوي في تركيا، تمام. ونفس المسرحية دي اتقدمت في الكويت، تمام، اللي هي مسرحية وحش طاووس في الكويت سنة 2018، تمام. كانت من تقريبا تأليف، تمثيل وإخراج الممثل الكويتي يوسف الحشاش. كده فاضل جزء أخير، نحكي كده حدوتة سريعة عن فيلم أقوى الرجال وفلسفته. إنه ببساطة الفيلم كان بتدور أحداثه حوالين شخص طيب وبيحب الناس كلها، فجأة بيتشابه ملامحه وشكله مع مجرم مشهور اسمه الوحش. وفجأة بيتحول الشخص الطيب ده إنه بيلاقي نفسه في مواجهة المجتمع كله، خايف منه و... وشايفين إن هو الوحش، وبيدخل صراع بينه وبين نفسه، هل يفضل الطيب ولا يبقى الوحش اللي الناس مستنيينه أو الناس متوقعينه يعني، تمام. خصوصا إن هو شاف معاملتهم معاه بعد ما بقى الوحش اتغيرت ازاي. ان هو في الاول لما كان طيب كانت الناس كلها بتهمله او بتعامله معاملة مش كويسة، بس لما بقى الوحش الناس كلها خافت منه واحترمته. بعدين
مع نهاية الفيلم بيبدأ الشخص الطيب ده أو بطل القصة دي بيقابل المجرم الحقيقي أو الوحش الحقيقي، وبيخلص عليه بيقتله، علشان في الوقت ده هو بيقرر يكون هو كمان وحش ومش هيبقى طيب تاني. وإن إزاي قدر الضغط وضغط الناس عليه يحوله من شخصية زكي الطيب زي ما كانوا بيقولوا في الفيلم، كانوا مسمينه زكي الطيب، لشخصية المجرم وحش اللي كل الناس بتخاف منه. فيديو سريع وحدوتة سريعة عن السينما وعن الأدب، ويا رب تكون عجبتكم، وبإذن الله أحاول دايما إني أكرر النوع ده من الفيديوهات. شكرا ليكم، والسلام عليكم.